دي بجد أصغر شنطة في العالم، في العالم بتاعي يعني عشان ما أكونش over. بيعجبني أوي شكل الشنط دي على Pinterest اللي هي بالشرايط الستان، جبت من الشرايط الستان اللون ده والحجم ده، الحجم ده بيكون الوسط، أنا جبت 5 وبأكبر إبرة عندي مقاس 11 قررت أعملها، وزي ما انتوا عارفين إن أنا باجرب أتعلم كل ده مش باعمله قبل كده قبل الفيديو، فأنا كنت باتعلم فبدأت أعمل زي ما عملت قبل كده معاكم الشنطة اللي من البنطلون، عملت نفس الخطوات وكانت نفس الإبرة، بس علشان أنا مش عارفة الشرايط دي يعني هتخلي الشنطة حجمها ازاي، فبدأت السلسلة دي بعدد 19 تقريبا، ولما عملت أول صف عرفت إن هي هتكون صغيرة، بس بصراحة قلت خلاص أخليها أصغر شنطة. عملت قبل كده معاكم الشنط الكبيرة فخلاص يعني خلينا بقى نجرب الشنطة الصغيرة في الشرايط الستان. أنا كنت سقعانة بصراحة والجو بدأ يسقع ودي حاجة حلوة لأن أنا مش بحب الصيف فتمام. المهم الشنطة دي ما خدتش وقت خالص، في ساعة ونص بالكتير أنا كنت خلصتها. مش عشان الحجم، تمام الحجم طبعا بيفرق، بس عشان هي فعلا سهلة، والشرايط أنا كنت مفكرة إن هي تكون صعبة في الاستخدام مع الإبرة مش زي الخيوط يعني علشان هي خامة مش العادي بتاعها إن هي تتعمل منها شنط، بس لأ طلعت سهلة جدا. فاللي عايزة أقوله الأهم من إني أوريكم الشنطة وإزاي عملتها إن بجد ما تأجلوش حاجة عايزين تعملوها أو تقللوا من إن انتوا هتقدروا تعملوها. أنا جايبة الحاجات من بدري قوي وقاعدة أقنع نفسي إن مش هعرف أعملها، مش هتطلع زي الصورة. الموضوع طلع سهل، وبعد ما عملت فيونكة واحدة قررت أشوف هي هتاخد ايه، فخدت الايربودز والليب جلوس والماسكارا، يعني شفته كبيرة ازاي. لا بجد الحجم ده أنا ساعات بحبه في الشنط حتى لو هو بيكون شكل بس بحبه بصراحة. وعملت منه قبل كده شنطة اللي من الخرز كانت نفس الحجم تقريبا وممكن كانت أصغر. قعدت كتير بقى أصور أحاول أوصل لكم حجمها وفي نفس الوقت أوريكم التفاصيل بتاعتها، بس آخر حل بالنسبة لي إني حطيت إيدي جنبها وده أوضح حاجة.